كنت ماشي امبارح انا واصحابي وجعانين جدا، فلقيت الزحمه الرهيبه ولقيت دخان طالع، فلما قربت كده لقيت كفته بتتشوي على الفحم وشيش طاووق ولحمه مشويه، شفت كمان اللحمه مشويه قبل ما تتبل وهو لسه بقى ايه بيحطها على الفحم. فلما بصيت على الاسعار لقيتها ب 20 و30 جنيه، فقعدت انا واصحابي ناكل وطلبنا سندوتش من كل حاجه كده عشان نجربها ونشوف تستحق الزحمه ولا لا. اول حاجه كان الحواوشي الكهراوي اللي هو بيبقى معمول في العيش ابو رده ومعمول على الفحم، وبجد يا جماعه كان مجرم. انا اصلا بحب الحواوشي ده، هو بيبقى بسيط خالص، يعني لحمه مفرومه متتبله في العيش على الفحم، تحطها كده في الطحينه وشكرا. حواوشي كهراوي كما بقول لك كتاب. انت بعد كده في سندوتش الكفته، والسندوتش اللي قدامكم ده ب 20 جنيه بجد. يا جماعه انا بحب الاكل ده، يعني هو مفيش احلى من الكفته اللي ما فيش اي تقليعه فيها، هي الكفته العاديه بالطحينه بس. كمان لفت نظري حجم صباع الكفته ان هو مش صغير. دخلت بعد كده في الشيش وانا بصراحه استغربت لان انا عارف ان المشويات يعني طحينه، بس هو بقى حاطط على سندوتش الشيش صوص رانش اللي هو بتاع البيتزا، وهناك اصلا قالوا لي ان دي اكتر حاجه هم مميزين بجد. يا جماعه طعم غريب كده اللي هو السندوتش المشوي بس بالرانش، طعمه بجد كان خطير. دخلت بعد كده في سندوتش الصدق واللي كان برده ابسط مما تتخيل. اللحمه المشويه برده كانت حلوه بس من وجهه نظري هي غاليه شويه، السندوتش بحاجه 40 جنيه بس جوده اللحمه